على بالي بلي كاين بزاف كيما محوسوا على هاد الوصفة، هاد الحلوة تاع الزنان ورحمة راني جيت وجبتها، يعني وصفة تقليدية تربينا عليها وتجي بنينة تذوب في الفم، مقاديرها بسيطة ومبسطة، يعني حلوة حنديروها بلا بيض وبلا سكر وبلا خميرة كيميائية، واش نحوسو كتر من هكذا، وطريقة يعني ولا أبسط. باش تفهموا مليح خلوكم لآخر الفيديو. احنا نبداو بسم الله. أنا عندي هنايا الزبدة، حبيتو تخدموا بالزبدة ولا لا مارغرين لكم الاختيار. عندي 200 غرام، إلا خدمتو بالزبدة يعني الكو تاع الحلوة ديالكم يجي هايل، تجي بنينة وتريح الزبدة الله الله. وزدت عليه هنايا علبة تاع الياغورت بنكهة الفانيليا، توزن 125 غرام، يعني 125 غرام اللي توزن هاد العلبة تاع الياغورت. وشنو نتوما الا استخدمتوا ياغورت طبيعي وما عندكمش ياغورت هكا بنكهة الفانيليا، تقدروا تكثروا الفانيليا وتزيدوا عليه ملعقة صغيرة تاع العسل باش ما تجيناش فاد هاد الحلوة، ما تجيناش هكذاك كيما يقولوا ما عندهاش النكهة. زيدوا العسل باش نعطوا الحلاوة شوية لهاد العجينة تاعنا. وزدت عليها ملعقة صغيرة تاع الفانيليا وقرصة تاع الملح، ضروري الملح باش تعدلوا النكهة تاع هاد العجينة. وهنا نخلطو غير بالعقل، انا نخلط غير بيدي كما راكم تشوفوا. نتوما اللي حبيتو تستخدموا الخلاط يدوي ولا الكهربائي لكم الاختيار. هنا راني ندخل فرينه، انا وزت حوالي 350 غرام فرينه، وشنو راني ندخلها غير بالعقل باش ما تجيكمش لاباط هذه ناشفه. هنا ضروري العجينه تكون طريه، هايليك شوفوا كيفاش تجي، ما تجيش كيما لاباط صابلي باسكو الياغورت فيه شويه ما، دونك ضروري تجيكم هكذا طريه. فوالا ما نخلوها ترتاح ما والو، ديريكتومون نوجدوا طاولة العمل باش يعني تيفيتيو تلصق لكم لاباط وتكثروا بزاف الفرينه في لو بلان دو طرافاي. سي يخدموا على البابي كويسون ولا خدموا هكا سوغ ان بلاستيك يكون خشن باش ما تعودش معكم تاني الدوائر كي تشكلوهم. هاي لي كيفاش راني نخدم. نحلو العجينه بسمك يكون حوالي 2 ملم، يعني ما لازمش نسمكو ولا ما ديروش عجينه تكون خشينه باش طيب معانا. بهذه الطريقه هنا حنقطعوها غير هكا على شكل دوائر. انا استخدمت هذا الطابع، نتوما الا ما عندكمش هذا الطابع تقدروا تخدموا بالكاس اسونسيال حاجه تكون دائريه. والعجينه اللي تقعد لكم في الاطراف خلوها ديروها في ساشي ولا كيس بلاستيكي، نسيو برك ما تعجنوهاش. وبيان سور هنا في الحشو يعني جبت لكم حاجه سهله بزاف. حنعمروها غير بلا كونفيتور، يعني بالمربى اللي يكون عندكم، سواء مربى تاع المشمش ولا لا فريز يعني الفراوله. فوالا وشنو خيرو مربى يكون نوعيه جيده، يكون حشات شويه روحو. فوالا نعمرو نحطو غير في جانب واحد باش كي نغلقو ما يجينيناش. بيان سور زمان كنا نعمروها بشويه لا نوا كوكو ولا جوز الهند كما راكم تشوفوا هنايا. زدت على هذيك الكميه تاع باسكو في بعض الاحيان قلت لكم الا كانت نوعيه تاع المربع يعني كي تكون فيها بزاف لا جيلاتين يذوب لكم في الفرن كي ديروه في الفرن. دونك سي يخدموا هكذا زيدوا عليه شويه لا نوا كوكو يعني جوز الهند ولا شويه كاوكاو ولا لوز اللي يكون عندكم في الدار باش يحكم لكم هذاك المربى. فوالا نسيو نخدموا هكا بهذه الطريقه. انا نفضل يعني تكملوا ديروا كاع دوائر ومن بعد ديروا لافاس ولا الحشو في الداخل، وفي الجوانب نيفيتيو البيض بيان سور. دونك قلت لكم ما كاش البيض نخلوها حتى الاخر، سورتو الناس اللي عندهم حساسيه. هنا جبت غير كميه تاع الماء درت في الجوانب، يعني دهنت غير الجوانب هذا الاطراف تاع هذه الدائره يعني المحيط تاعها، وبعدين نغلقوا كيما نغلقوا لي شوسون هكا. وفي الاخر باش يجوني كاع شابين يعني يجيني لحد وكيما نقولوا الشكل ديالها كاع كيف غلقت بهذاك الطابع. عاود قطعت نوتخ فوا باش نسوي لها الاطراف. فوالا هنا راني نوريكم، قلت لكم جوزو ايتاب باغ ايتاب. حلو
ومن بعد ديروا لا فارس ولا عفوا الحشو ديالكم، ومن بعد غلقوا على خطره وقطعوهم باش يجوكم كاع شكل واحد. اي فوالا، بعد ما كملتهم درتهم في البابي كويسون، شعلت عليهم 180 درجه ونخلوهم هنا. ما كانش حاجه اللي طيب فيهم 15 ل 20 دقيقه، يا ربي يكونوا طابوا وتحمروا. شوفوا كيفاش يجي اللون ديالهم انا هكذاك. سي بوصا لازم تغلقوا مليح. في بعض الاحيان تحسوا كاين تقابيض للمربى هذاك، سورتو هاد العجينه قلت لكم سي با اون بات سابل 100% فيها الياغورت، دونك تحسوا لها تثقلكم. دونك كي تخدموها سيو اغلقوا بيان كوم يلفو الاطراف. وبعد ما تبرد شويه، وهي يعني خلوها شويه تيها تكون سخونه شويه ماشي بارده بزاف، نرمدوها في السكر غير ابان، يعني ماشي كيما تشارك، غير ابان باش نعطو حلاوه من الفوق. وهنا بيان سور الا حبيتو تيفيتو كاع هاد السكر غير خلوها هكذاك. بعد ما تبرد دردروا عليها شويه سكر كلاص تجي بزاف بنينه تانيت. هايليك بعد ما كملتها وحضرتها، يعني درتها في ناسيت باش تشوفوا كيفاش خرجت. صدقوني حلوه ولا اروع، يعني بزاف هايله. اكيد تعجبكم سورتو الاطفال. انا ما كنتش نستنى فيها وشنو، الاطفال عجبتهم بزاف بزاف. اكيد تجربوها وتعاودوها، يعني شاك سيمين حديروا هاد لو غاتو باسكو لي فاسيل. شتو فريمون المقادير ديالو متواجده في كل بيت. يعني الا ما عندكمش لا نوا دو كوكو تقدروا تخدموها بالكاوكاو، الا ما عندكم والو غير بالمربى وحده قلت لكم برك يكون نوعيه جيده. ثاني الا خدمتوها بالزبده تجي هايله، واحد القولي فيها ولا اروع. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع الحنين ولا وصفه تاع اللي تربينا عليها. ما تنساونيش بيان سور لو بارطاج ديالكم مهم بزاف بزاف باش نحيو هاد الوصفات. ما تنساونيش وسيب لو لايك ديالكم الى اعجبكم الفيديو. نقول لكم تهلاو في روحكم، الى الملتقى ان شاء الله. سلام.